حبايبي أبطال 5 ابتدائي، النهاردة هنتكلم على الدرس الأول في الوحدة الأولى للترم الثاني لعام 2026. الدرس ده بيتكلم على إيه يا أبطال؟ بيتكلم على خصائص قارات العالم. يعني إيه خصائص؟ يعني صفات قارات العالم. إيه اللي بيميز كل قارة عن غيرها من القارات؟ قبل ما نبدأ هنسمي الله ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبق ودرسنا قبل كده يا أبطال إن العالم أو الكرة الأرضية بتتكون من يابس ومياه. بتتكون من إيه؟ من يابس ومياه. اليابس بيتمثل في القارات، وأنا عندي كم قارة؟ 7 قارات. طيب يعني إيه قارة أصلا يا مستر؟ قارة هي مساحة واسعة من اليابس تضم عدد من الدول. قارة هي مساحة واسعة من اليابس بتضم عدد من الدول. طيب أنا عندي كام قارة؟ 7 قارات. يلا نفتكر مع بعض أماكنهم على الخريطة يا أبطال. عندي هنا قارة آسيا، قارة أوروبا، وقارة أفريقيا. آسيا وأوروبا وأفريقيا دول يطلق عليهم قارات العالم القديم. عندي كمان أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، والقارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا. وعندي كمان قارة أستراليا. دول يطلق عليهم قارات العالم الحديث. مهم جدا أعرف أماكن القارات على الخريطة، علشان لو جاب لي خريطة صماء وقال لي رقم 1 تشير إلى إيه، هقول له قارة آسيا، ودي أكبر القارات من حيث المساحة. خلاص؟ طيب لو جاب لي هنا رقم 2 تشير إلى إيه، هقول له قارة أفريقيا. رقم 3 هقول له قارة أوروبا. رقم 4 هقول له قارة أمريكا الشمالية. رقم 5 هقول له قارة أمريكا الجنوبية. عندي هنا رقم 6 هقول له القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا. عندي هنا أصغر قارات العالم من حيث المساحة هي قارة أستراليا. يبقى أنا عندي هنا عرفت أماكن القارات؟ طبعا. عرفت إن قارة آسيا هي أكبر القارات من حيث المساحة؟ طبعا يا مستر. عرفت كمان إن قارة أستراليا هي أصغر قارات العالم من حيث المساحة؟ بالظبط. طيب نروح على المعلومة اللي بعدها. يبقى احنا كده عرفنا إن اليابس بيتكون أو بيتمثل في القارات، وأنا عندي الكرة الأرضية بتتكون من 7 قارات. أوكي. أكبر القارات هي قارة آسيا، وأصغر القارات هي قارة أستراليا. مهم جدا أعرف أماكنهم على الخريطة. طيب نروح على المعلومة اللي بعدها. احنا قلنا إن الكرة الأرضية بتتكون من يابس ومياه. عرفنا اليابس، يلا نعرف المياه. طبعا المياه يا أبطال تتمثل معظمها في المحيطات. المياه تتمثل معظمها في المحيطات، والباقي طبعا في البحار والأنهار والبحيرات. طيب أنا دلوقتي محتاج أعرف إيه، أو هتكلم على إيه؟ هتكلم على أماكن المحيطات، وهتكلم على أكبر المحيطات من حيث المساحة وأصغر المحيطات من حيث المساحة. طيب أكبر المحيطات من حيث المساحة هو المحيط الهادي. هو إيه يا مستر؟ هو المحيط الهادي. طيب مكان المحيط الهادي فين يا مستر؟ هقول له يقع غرب أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. طيب عندي رقم 2 وهو المحيط الأطلنطي. طيب المحيط الأطلنطي يقع شرق أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، وغرب أوروبا وقارة أفريقيا. طيب رقم 3 هقول له المحيط الهندي. طيب عندي رقم 4 المحيط المتجمد الجنوبي. ورقم 5 المحيط المتجمد الشمالي، وهو أصغر المحيطات من حيث المساحة. يبقى أكبر المحيطات هو المحيط الهادي، أصغر المحيطات هو المحيط المتجمد الشمالي. وعايزين نبقى عندنا المعلومة إن المحيط المتجمد الشمالي طبعا يقع شمال كل من قارة آسيا وأوروبا وكمان أمريكا الشمالية. طيب أنا دلوقتي اتعرفت على إيه يا أبطال؟ اتعرفت على أماكن القارات وأماكن المحيطات اللي موجودين عندي في الكرة الأرضية.
هتكلم على ايه تاني يا ابطال؟ هنتكلم على دائرة الاستواء. اه، وهتكلم كمان على خط جرينتش. دائرة الاستواء احنا قلنا هي التي تقسم الكرة الأرضية إلى نصفين، أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب. تاني، الاستواء هي التي تقسم الكرة الأرضية إلى نصفين، أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب. طيب، درجتها صفر. طيب اوكي، عندي خط جرينتش، ماله يا مستر؟ هقول له خط جرينتش هو الذي يقسم الكرة الأرضية إلى نصفين، أحدهما في الشرق والآخر في الغرب. طيب، من خلال دائرة الاستواء بقدر أحدد الموقع شمالا وجنوبا. طيب، من خلال خط جرينتش أقدر أحدد الموقع شرقا وغربا. طيب، عايزين نعرف القارات التي تقع بأكملها شمال دائرة الاستواء. هقول له القارات التي تقع بأكملها شمال دائرة الاستواء. هقول له قارة أوروبا، وإيه كمان، وقارة أمريكا الشمالية، مالهم يقعوا شمال دائرة الاستواء أو في نصف الكرة الشمالي. أوكي، طيب السؤال هنا هيجي لي إيه؟ أكمل العبارات الآتية: قارات تقع بأكملها شمال دائرة الاستواء أو في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية. هقول له قارة أوروبا وقارة أمريكا الشمالية. طيب، أنا عندي هنا كمان في قارات تقع بأكملها جنوب دائرة الاستواء أو في النصف الكرة الجنوبي، فما هي؟ هقول له يا مستر عندي القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا، وعندي قارة أستراليا، الاتنين يقعوا جنوب دائرة الاستواء أو في نصف الكرة الجنوبي. خلاص، ماشي يا مستر. طيب، عندي ايه كمان؟ هقول لك عندي قارات تقع بأكملها في النصف الشرقي من الكرة الأرضية. هقول له عندي قارة آسيا وقارة أستراليا. قارة مين يا أبطال؟ هقول له قارة آسيا وقارة أستراليا. ماشي، عندي كمان قارات تقع بأكملها في النصف الغربي من الكرة الأرضية، فما هي؟ هقول له عندي قارة أمريكا الشمالية وعندي كمان قارة أمريكا الجنوبية، مالهم؟ هقول له يقعوا بأكملهم في النصف الغربي من الكرة الأرضية. طيب، نروح للمعلومة اللي بعدها. المعلومة اللي بعدها بتقول لي إيه يا مستر؟ بتقول لي خصائص قارات العالم، أو بتعرفني عن أهم خصائص قارات العالم. عندي هنا الخصائص الجغرافية يا أبطال، يعني بيعرفني على التضاريس، أو المقصود بيها التضاريس اللي بتميز كل قارة عن غيرها من القارات. طيب، أنا عندي هنا إيه اللي بيميز قارة آسيا يا أبطال؟ هقول له قارة آسيا يا مستر موجود فيها أعلى هضبة في العالم، وهي هضبة التبت. هضبة إيه؟ التبت هي أعلى هضاب العالم، موجودة في قارة آسيا. طيب، ايه كمان اللي بيميز قارة آسيا؟ هقول له موجود فيها أعلى قمة جبلية في العالم، وهي قمة إيفرست. وهي قمة ايه؟ إيفرست. يبقى أنا عندي هنا لو جالي سؤال أكمل العبارات الآتية: تقع أعلى قمة هضبية في العالم في قارة نقط، هقول له قارة آسيا، وهي نقط، هقول له هي هضبة التبت. خلاص. طيب، ما دام اعلى قمه هضبيه هقول له هضبه التبت تقع فين؟ في قاره اسيا. اعلى قمه جبليه في العالم تقع فين؟ هقول له تقع في قاره اسيا، وهي قمه ايفرست، ودي اعلى قمه جبليه في العالم يا ابطال. طيب، ايه اللي بيميز قاره افريقيا؟ هقول له قاره افريقيا تتميز بشكلها الهضبي، وده بسبب تعدد الهضاب بها، مثل هضبة أفريقيا الشمالية. يبقى أنا عندي هنا هضبة أفريقيا الشمالية موجودة فين؟ هقول له في قارة أفريقيا. طيب، بما تفسر يعني ليه قارة أفريقيا الشمالية، أو آسف، قارة أفريقيا تتميز بشكلها الهضبي؟ هقول له طبعا بسبب تعدد الهضاب بها، مثل هضبة أفريقيا الشمالية. طيب، قارة أوروبا تتميز قارة أوروبا بتنوع التضاريس. دلل على صحة العبارة الآتية، يعني هات لي الدليل. هقول له أنا عندي في قارة أوروبا يا أبطال جبال مشهورة اسمها جبال الألب. جبال إيه؟ جبال الألب.
وعندي كمان في عندي السهل الأوروبي العظيم، ده موجود في قارة أوروبا، وده يعد من السهول الفيضية. واحنا قلنا إن السهول الفيضية اتكونت من رواسب الأنهار وموجودة على جانبي الأنهار، وبتساعد على وجود تربة خصبة صالحة للزراعة. خلاص، يبقى أنا عندي هنا اللي بيميز قارة آسيا أقول له هضبة التبت وقمة إيفرست. قارة أفريقيا هقول له هضبة أفريقيا الشمالية. وعندي اللي بيميز قارة أوروبا جبال الألب والسهل الأوروبي العظيم. طيب عندي هنا قارة أستراليا، تتسم أو تتصف قارة أستراليا بأن معظم أراضيها أراضي صحراوية وجبلية. أراضيها إيه يا أبطال؟ هقول له صحراوية وجبلية يا مستر. طيب عندي قارة أمريكا الشمالية تتميز بإيه؟ هقول له بوجود المناطق شديدة البرودة. ليه؟ هقول له بسبب قربها من القطب الشمالي. خلاص، يبقى أنا عندي هنا أمريكا الشمالية مالها يا مستر؟ هقول له موجود فيها مناطق يا مستر شديدة البرودة وبيتكون بها الجليد. طيب إيه السبب؟ هقول له قربها من القطب الشمالي. طيب عندي هنا قارة أمريكا الجنوبية مالها؟ هقول له تتميز بإنها على شكل هندسي مثل مستر المثلث، زي ما احنا شايفين على الخريطة أو على السكرين قدامنا. شكل الهندسي اللي بتشبهه قارة أمريكا الجنوبية هو شكل المثلث. طيب تتميز بإيه كمان يا مستر غير بإنها تشبه المثلث؟ هقول له موجود فيها غابات مثل غابات الأمازون. خلاص، يبقى أنا عندي هنا قارة أمريكا الجنوبية على شكل مثلث مشهور إنها بها غابات الأمازون. قارة أمريكا الشمالية مشتهرة أو مشهورة بالمناطق شديدة البرودة بسبب قربها من القطب الشمالي. قارة أستراليا الأراضي بتاعتها إيه يا أبطال؟ صحراوية وجبلية. طيب نروح على المعلومة اللي بعدها، وهي القارة الجنوبية أو القطبية الجنوبية أنتاركتيكا. القارة دي يا أبطال تتميز بإيه؟ هقول له بوجود المناطق شديدة البرودة اللي بيغطيها الجليد، وده بسبب قربها من القطب الجنوبي. يبقى أنا عندي هنا قارة أمريكا الشمالية والقارة القطبية الجنوبية، الاتنين متشابهين بوجود مناطق شديدة البرودة بسبب قربهم من القطب الشمالي والقطب الجنوبي. طيب يعني إيه جبل؟ ودي برضو أخدناها قبل كده. هي أرض شديدة الارتفاع لها قمة وجوانبها شديدة الانحدار. طيب يعني إيه هضبة؟ هقول له هي مساحة واسعة من الأرض المرتفعة مستوية السطح. طيب هنا بيقول لي أكمل العبارات الآتية. تنقسم خريطة العالم إلى قسمين شمالي وجنوبي بواسطة نقط. هقول له بواسطة إيه يا مستر؟ هقول له بواسطة دائرة الاستواء. خلاص، يبقى أنا عندي هنا تنقسم خريطة العالم إلى قسمين شمالي وجنوبي بواسطة دائرة الاستواء. أعلى هضاب العالم هي هضبة، هقول له هضبة التبت. موجودة فين؟ هقول له في قارة آسيا. طيب أشهر جبال قارة أوروبا هي جبال نقط، هقول له جبال الألب. طيب بما تفسر تتميز قارة أفريقيا بشكلها الهضبي؟ هقول له ده بسبب تعدد الهضاب بها. واديله المثال عندي مثل هضبة مين؟ ممتاز، هضبة أفريقيا الشمالية. وعلى فكرة يا أبطال هضبة أفريقيا الشمالية دي كبيرة جدا، بتمتد من البحر الأحمر شرقا إلى المحيط الأطلنطي غربا، ومن البحر المتوسط شمالا إلى وسط أفريقيا جنوبا. خلاص؟ طيب نروح على المعلومة اللي بعدها. التراث الحضاري لقارات العالم. احنا قبل كده برضو سبق وتعرفنا على التراث الثقافي، وعرفنا ان التراث الثقافي هو هوية الشعوب اللي بتميزه عن غيره من باقي الشعوب، وتتمثل في
اللغة والفنون والعادات والتقاليد. تاني، التراث الثقافي هو هوية الشعوب اللي بتميزه عن غيره يعني من الشعوب المختلفة، أو هو هوية الشعوب التي تميزه عن غيره، وتشمل اللغة والفنون وكمان العادات والتقاليد. طيب، مش فاهمينها كويس، ممكن نرجع مع بعض بالذاكرة. احنا أخدنا في جريد 4 أو في سنة رابعة ابتدائي آه، إن مدن القناة في مصر زي ايه. مدن القناة يا مستر؟ هقول له الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، دول اسمهم مدن القناة. مالهم؟ هقول له كانوا مشهورين بإيه؟ كانوا مشهورين برقصة البمبوطية وكمان آلة السمسمية. وكمان عرفنا إن الصعيد كان مشهور بفن التحطيب اللي هو الرقص بالعصاية. وكمان كانوا مشهورين بالسيرة الهلالية وكمان آلة الربابة. دي اسمها ايه؟ دي اسمها فنون شعبية أو تراث ثقافي بيميز مين؟ بيميز هذه المدن عن غيرها من محافظات مصر. خلاص؟ طيب، يبقى التراث الثقافي هو هوية الشعوب اللي بتميزه عن غيره، وتتمثل في العادات والتقاليد والثقافة والفنون. خلاص؟ طيب، هنا بيقول لي التراث الحضاري. احنا عرفنا يعني ايه تراث. طب يعني ايه حضارة؟ حضارة هو كل ما تركه لنا الأجداد ماديا، زي ايه يا أبطال؟ زي القلاع والحصون والآثار والمباني. طيب، وثقافيا زي العلوم والفنون. يبقى الحضارة هو كل ما تركه لنا الأجداد ماديا زي المباني والحصون والقلاع والآثار. طيب، وثقافيا زي العلوم والفنون. طيب، يبقى أنا كده اتعرفت على كلمة حضارة وتعرفت يعني إيه تراث ثقافي. طيب، أنا دلوقتي هتعرف على الحضارات التي نشأت في القارات. طيب، عندي هنا قارة أفريقيا. مالها؟ هقول له يا مستر قارة أفريقيا قامت على أرضها أعظم الحضارات التي يعرفها التاريخ، وهي الحضارة المصرية القديمة. خلاص؟ يبقى أنا عندي هنا ممكن يقول لي اكتب العبارة الآتية أو أكمل العبارة الآتية: قامت على أرضها أعظم الحضارات التي يعرفها التاريخ، هي نقط. هقول له قارة أفريقيا. طيب، الحضارة اسمها إيه؟ هقول له الحضارة المصرية القديمة. تمام؟ عندي هنا بيقول لي قارة آسيا نشأت على أرضها حضارات عديدة. زي إيه يا مستر؟ هقول له عندي حضارة الصين القديمة أو الحضارة الصينية القديمة، وعندي كمان الحضارة الهندية، وكمان عندي حضارة بلاد العراق القديم. يبقى أنا عندي هنا قارة أفريقيا نشأت على أرضها الحضارة المصرية القديمة، حضارة الصين، وحضارة الهندية وحضارة العراق القديم نشأوا في قارة آسيا. خلاص، حضارة العراق القديم، الحضارة الصينية، الحضارة الهندية، كانوا فين يا مستر؟ نشأوا في قارة آسيا. طيب، نروح على المعلومة اللي بعدها. عندي هنا كمان بيقول لي قارة أوروبا. مالها يا مستر قارة أوروبا؟ هقول له شهدت أراضيها قيام حضارتين في العصور القديمة. طيب، ايه الحضارتين دول يا مستر؟ هقول له الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية. تاني، نشأت على أرض قارة أوروبا حضارتين في العصور القديمة، وهي الحضارة اليونانية وكمان الحضارة الرومانية. طيب، عندي هنا قارة أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. مالهم يا مستر؟ هقول له نشأت على أرضهم حضارات مثل حضارة المايا، حضارة الإنكا، وحضارة الإزتك. تاني، حضارة المايا، حضارة الإنكا، وحضارة الإزتك. دي الحضارات التي نشأت على قارة أمريكا الشمالية وقارة أمريكا الجنوبية. وبكده نكون وصلنا مع بعض لنهاية الدرس بتاعنا. أتمنى تكونوا استفدتوا معايا من المعلومات اللي قدمتها. ما تنسوش دعمنا بالإعجاب والاشتراك بالقناة علشان يوصلك كل جديد. كان معاكم مستر إسلام الهواري.